هل ممكن توصل للقمة وانت ماشي فوق جثث الناس اللي حواليك؟ فيلم نايت كراي بيجاوب على الأسئلة دي بالكلام وبالعيون وبكل حاجة. يلا بينا نغوص في هذا الفيلم ونحلله ونفهم هو عايز يقول ايه. What if my problem wasn't that I don't understand people, but that I don't like them? أول مشهد بنلاقي حد بيخلع أسلاك حديد وبيطلع لويس البطل المجنون بتاعنا، واللي بيوقفه ظابط لابس ساعة غالية في ايده وبيسأله انت بتعمل ايه، فبيعتدي على الظابط وبياخد الساعة منه. يعني بسم الله كده البطل بتاع الفيلم لص. بعدها بيطلع على المكان اللي بيبيع فيه الحاجات دي وبيسأل الشخص اللي بعده الحاجة، بيقول له انا محتاج وظيفة، ما عندكش شغل ليا؟ وبص شكله عامل ازاي وهو بيتكلم، تحس انه مجنون، في حاجة غلط او مفهوش حاجة صح. فطبعا الشخص بيقول له ما بنشغلش لصوص. فالبطل بتاعنا بدل ما يتضايق بيقول له صح معاك حق. هو هنا بيقول لك حاجتين: ان اولا لويس شخص هادي وذكي وبيتحكم في اعصابه ومش بينفعل بسهولة، وان تاني حاجة انه اكتشف ان مفيش حد هيشغل لصوص عنده، فهيبدأ يشوف وظيفة تانية ويعمل حاجة تانية خالص. وهو في السكة بيلاحظ ان في حادثة على جنب، فبينزل يشوف في ايه، وبيلاحظ ان في ناس معاهم معدات وبيسجلوا اللقطة وبيسجلوا الحادثة اللي حصلت عشان يبيعوا الفيديوهات دي للقنوات، وطبعا بياخدوا فلوس. فهنا بيقولك بس لقيتها، هي دي الوظيفة المناسبة ليا، وبص وشه عامل ازاي. بعدها بيعمل زي اي شاب بيحاول يكسب فلوس بالحلال علشان يجيب الحاجة اللي هيشتغل بيها، بيسرق عجلة. اه والله العظيم زي ما بيقولك كده. وطبعا بيطلع يبيعها وبيجيب بفلوسها المعدات اللي هيشتغل بيها. وفعلا بيوصل لأول حادثة وبيلاقي إن في حد واقف قبله بيسجلها، فهو بياخد خطوتين لقدام علشان ياخد شوت أوضح للضحية. فالظابط بياخد باله وبيزعلهم هما الاتنين وبيمشيهم. بس لويس مش بيكتفي بكده، ده بيتصنت على اللي كان واقف قبله وبيشوفه بيكلم قناة ايه، وبيحفظ اسم القناة علشان يسبقوا عليها ويبيع لهم الفيديو بداله، وبكده يكون قطع أكل عيشه واشتغل مكانه. وبعدها على طول بيجي المشهد ده وكأنه بيقولك إن ستة دي هي لويس، لأن ستة 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 هو الشيطان، وبيقولك إن لويس هو الشيطان اللي في الفيلم. بعدها على طول بيطلع على القناة وبيقنعهم إن هو كان موجود ساعة الحادثة وخد شوت أوضح للضحية، وبيقنعهم إنهم ياخدوا الفيديو بتاعه بدل اللي كان واقف قبليه. وفعلا بيشتغل مكانه وبيعملوا معاه عقد إن أي حادثة يسجلها بعد كده هياخدوها منه. طبعا هنا محدش فاهم هو بيضحك على ايه، وصدقني انا كمان مش فاهم، بس المهم يعني ان هو بيقولك انه شخص مش طبيعي. بعدها بتطاق في دماغه انه عايز حد يشتغل معاه كمساعد، وفعلا بيجي الشاب الغلبان ده اللي هيستغله بأبشع شكل ممكن علشان يشتغل معاه. وده شاب لاجئ ومعهوش فلوس وملوش حتة حتى يسكن فيها، وفعلا بيتفقوا مع بعض وبيشتغل معاه. والمشهد ده لوحة فنية وفي تفصيلة مهمة جدا هقولها لك دلوقتي. شايف انت الخط الفاصل اللي هعلملك عليه دلوقتي ده انفصال اخلاقي ما بين الاتنين، مع ان الاتنين على نفس الطاولة بس مش نفس الحاجة. لويس الشخص الشجاع اللي هيسوق المساعد بتاعه الغلبان الطيب اللي هيخضع ليه وهيسمع كلامه، وكأنه بيقولك ان الاتنين مش نفس الحاجة. وتعالى حللك ليه لويس قاعد القعدة بتاعت احمد حلمي دي. لو خدت بالك لويس قاعد فوق والمساعد تحت. لويس في وضع تحكم لأنه شايف نفسه أعلى من الناس كلها، فوق القانون، فوق الأخلاق، فوق الناس اللي حواليه. لابس نضارة سودا بالليل، بيعزل نفسه عن الواقع، بيتعامل مع الحقيقة على إنها شيء قابل للتعديل. وتحت المساعد بتاعه، وده معناه إن لويس بقى متحكم فيه بشكل كامل، كأنه حبسه في قفص مش هيطلع منه إلا بمزاجه أو بموته. وهنا المساعد بتاعه بيمثل الناس اللي بتتساق في الإعلام وبيسمحوا للناس اللي زي لويس تتحكم فيهم. وفي الخلفية في مطعم مفتوح طول اليوم ومكتوب كلمة اوبن، وده معناه ان المدينة مفتوحة طول الوقت للويس ويصطاد فيها الحوادث في اي لحظة. بعدها بيطلعوا على حادثة تانية ولويس بيخش البيت كأنه لص وبيقتحمه علشان يسجل لقطات أوضح من جوه البيت، وكأن مفيش حاجة اسمها خصوصية. والمفاجأة إن الإعلام بيوافق يذيع الفيديو ده، وده بيكشف وش الإعلام الحقيقي. بعدها في حادثة تانية بنشوف لويس وهو بيشد الضحية علشان يوديها مكان الإضاءة فيه أوضح
علشان ياخد لها شوتات اوضح. وده بيثبت لك ان هو مش بيغطي الحدث، لا ده بيصنع الحدث بايده. وده موقف مجنون طبعا، بيثبت لك ان هو شخص ما عندوش اي احساس. وبص حتى ملامح وشه وهو بيعمل كده. طبعا انت اتخضيت لما شفت المشهد ده، وهو هنا بيقولك انه شخص فيه حاجة غلط ومش طبيعي ودماغه فيها حاجة. مفيش انسان طبيعي هينفعل الانفعال ده. وبعدها هيعمل تاني اسوأ حاجة عملها في الفيلم، لما هيكتشف ان في شخص تاني بينافسه في المهنة هيبوظله العربية بتاعته علشان يعمل حادثة. وفعلا بيعمل حادثة، والبطل بتاعنا بياخد المساعد بتاعه وبيسجل الحادثة دي. حتى المساعد بتاعه كان خايف وبيقوله متعملش كده، ده واحد مننا، ومش مصدق اللي لويس بيعمله. وهنا المساعد بتاعه طيب وغلبان قوي، لان انا لو مكانه كنت هسيب لويس وهمشي، لان لو اتحطيت مكان زميله التاني هيعمل فيا كده وهيسيبني اموت وهيسجلني وانا بموت. وده بيعلمك انك ما تبقاش شخص ساذج وتاخد موقف في الاوقات الصح. بعدها على طول بيطلع على حادثة تانية، وبيلاقي ان اللي اقتحموا المنزل قدام عينيه وبيمشوا. فبيسجل لهم لقطات وبيسجل العربية بتاعتهم عشان يجيبهم بعد كده. وبيطلع البيت اللي تم اقتحامه، وبيسجل لقطات للناس اللي ماتت من جوه البيت. والمفاجأة ان الاعلام بيذاعها عادي كأن مفيش حاجة. بعدها الحكومة بتحقق معاه طبعا، وبتسأله انت كنت بتعمل ايه هناك، ومعاك نسخة للناس اللي اقتحموا البيت ولا لأ. فبيضحك عليهم وبيقول لهم لأ وبيحتفظ بيها. وبيلاقي بعدها ان في مكافأة 50,000 للي هيبلغ عن الناس دي اللي اقتحموا البيت. فهو بيوصل ليهم فعلا هو مساعد بتاعه، وبيقول لمساعد بتاعه على اللي هيعمله. وهنا هتبان خطيئة الطمع والجشع عند المساعد بتاعه، وهيقول له طب انا عايز نص المبلغ اللي انت هتاخده من المكافأة، يا اما هبلغ عنك واقول لهم على اللي انت بتعمله. فطبعا لويس مش هيديله حاجة، فهيضحك عليه وهيقول له ماشي هديك اللي انت عايزه، بس هو في دماغه حاجة تانية سوداوية وشيطانية هيعملها. بعدها العصابة بتطلع على مطعم فيه ناس ملهاش ذنب في أي حاجة، ولويس ساعتها بيبلغ البوليس، والبوليس بيجي وبتحصل مواجهة جوه المطعم وفي ناس ملهاش ذنب بتموت. بعدها بتحصل مطاردة ما بين البوليس والعصابة، ولويس بيبقى ماشي معاهم وبيسجل كل اللي بيحصل. والعربية بتاعت العصابة بتتقلب، فلويس بيضحك على المساعد بتاعه وبيقوله خد لقطات من جوه عشان كل اللي جوه ماتوا. وفعلا المساعد بتاعه بيصدقه، بس بيطلع في واحد عايش، وبيدي طلقتين للمساعد بتاعه وبيموت. والبطل المجنون بتاعنا بيسجل لقطات للمساعد بتاعه وهو بيموت. وده نفس اللي حصل مع الشخص اللي كان بينافسه، يعني لو كان المساعد سابه ساعتها ما كانش حصل فيه كده. بعدها الحكومة بتحقق معاه، بس بيخلع منهم بكلمتين علشان هو ذكي طبعا. وبيطلع بعدها وبنكتشف انه بعد ما عدى وقت طويل بقى عنده تيم كامل شغال لحسابه. والفيلم بيخلص، بس انا لسه مخلصتش. المشهد الأول بيجيب لقطات هادية لمدينة نايمة بالليل، مفيش أي شخص، بس لمبات نيون وشوارع فاضية، كأن المدينة دي ميتة أو خالية من الحياة. الهدف من البداية دي هو تهيئة نفسية ليك. الجو كله كئيب، مفيش ناس، بس في علامات إن كان في ناس هنا. من أول لحظة بتخش جوه دماغ لويس وبتشوف زي ما هو بيشوف، كأن العالم ده كله بتاعه. دي الساحة بتاعته اللي هيعمل فيها كل اللي هو عايزه، بأخلاقه وبأهدافه وقوانينه ومبادئ بتاعته. بكل بساطة ده فيلم عن عالم مفيهوش قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، كل زاوية فيه مصيدة، ولويس هو أكتر واحد فاهم ده، وعشان كده نجح في نهاية الفيلم. شخصية لويس شخصية معقدة جدا، محتاجة فيديو لوحدها. وأنا كده خلصت، بس الكلام لسه مخلص. استنى الفيديو الجاي عشان أحلل فيه شخصية لويس بالكامل، وأقول عن الأهداف اللي الفيلم عايز يوصلها لك. وبس كده. اعمل لايك لو الفيديو عجبك، واكتبلي في الكومنتات عن الفيلم اللي حابب ان اتكلم عنه.